انا مش هنزل انتخابات طبعا، لان انا قلت ان 4 سنين بالنسبه لي كفايه جدا، والفتره اللي فاتت كانت بالنسبه لي صعبه جدا، واتمنى ان نخدم من بره مش من جوه، يعني مش شرط ان اكون رئيس عشان اخدم النادي. حتى لو في ضغوط حضرتك من الجماهير، حتى لو في ضغوط، ده قرار نهائي. وده انا خلاص اللي يعني فكرت فيه كتير جدا، وبالنسبه لي هو ده يعني سنه الحياه، هو لازم في تغيير، والتغيير ده مهم جدا. حضرتك بالنسبه لموضوع المصري في المحكمه الفدراليه والاخر موضوع بسيط جدا، يعني ان شاء الله هينتهي لصالح النادي المصري، والناس كلها عارفه هذا الكلام، واقول من اتحاد الكوره يعني كان الموضوع هو يعني بيعمل لهم زي ما تقول استئناف، وهم عارفين من البدايه ان ده مش هيأثر في النتيجه اللي هي الاولى، ان النادي المصري يلعب السنه الجايه. تمام. حضرتك في محاولات دلوقتي لبعض الانديه او منها النادي الاهلي بيضغط ان المصري ما يلعبش في الدوري السنه الجايه، شايف ده كلام بقى بلدي خلاص، يعني عاوزين بقى الناس تعقل والناس تفوق ويدور على مصلحه البلد بدل المصلحه الشخصيه. وانا عارف ان دلوقتي ان جو انتخابات في جميع الانديه هتبقى الناس يعني تبقى يعني عندها الوطنيه قبل المصالح الشخصيه. وشايف حضرتك ان الاهلي يلعب مع المصري السنه الجايه في مجموعه واحده عادي؟ والله لو يعني هقول لك حاجه، يعني الناس عارفه كويس جدا النادي المصري بريء والنادي الاهلي ملوش ذنب، وده كان احتكام موجود وكان حادث حصل حادث طبعا صعب جدا، لكن لازم امور ترجع لمجراها، لازم الناس تفكر مع بعض ان خلاص يعني مش عاوزين مشاكل، عاوزين اكتر من كده ايه؟ يعني مات مننا 72 مات مننا 50، عاوزين اكتر من كده ايه؟ يمكن كمان اكتر من كده، لازم بقى تهدى. وبعدين بلد هل انت عاوزين كوره مش عاوزين كوره؟ لو مش عاوزين كوره خلاص كل واحد يلعب في مجموعه وخلي الدوري زي ما هو السنه دي، والانديه ان شاء الله هتفلس وهتبقى كل امور يعني هتؤدي للكوارث في النهايه. حضرتك يا فندم بالنسبه للكلام اللي اتقال ان حضرتك يعني كنت عايز تعمل صلح مع اهالي الشهداء وكده، انا بقالي سنه ونص بتكلم في هذا الكلام، مش عايز اسمع كلام. يعني الصلح ده مهم جدا، وبعدين ما ننساش برضه ان مات في 50 واحد في بورسعيد وجرح 600، يعني ده كفايه جدا علينا، يعني اكتر من كده ايه؟ يعني اكتر من كده ظلم ما فيش، كفايه كده، يعني بقول يعني كفايه ظلم على بورسعيد وكفايه ظلم على النادي المصري. حضرتك ما اتكلمتش مع الكابتن حسن حمدي والكابتن خطيب؟ عارف ان علاقتك لا انا بتكلم مع كابتن الخطيب من زمان جدا، احنا اصدقاء، مع كابتن خالد مرتجي، وبتكلم مع ناس كتير جدا في النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير صدقني، المشكله مش اداره النادي الاهلي واداره النادي المصري، لا المشكله بعيد عن احنا خالص، فيها تكون مشكله جماهير والتراس بالذات. طب انت حضرتك مثلا ما حاولتش تتكلم مع حد من التراس اهلاوي؟ لا اصل دول مين اصلا؟ انا عاوز اعرف يعني حضرتك مين؟ يعني حاجه يعني انا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده، لان طبعا دي يعني بعيد عليا، وبعدين يعني ما فيش مجال مش جهه مختصه ان انت تتكلم معاها. تمام. موضوع بس يا فندم ان حضرتك عرضت فلوس على حد، الكلام ده حقيقه ومش على مين زي؟ على كل اهل الشهداء طلعوا اتكلموا ان الكاميرا ابو علي عرض علينا 700,000 جنيه الواحد ويقبل على ابنه كده، ما اعرفش ايه. بص ده بص يعني ده ناس بتصطاد دايما في حاجه مش صح، لان انا مش عاوز الموضوع ده اللي يعني الله يرحم كل الناس، ومش عاوزين الموضوع ده في الاخر ينتهي الى يعني موضوع بيزنس وسمساره وحاجات زي كده، انا ما بتاجرش بحد، طبعا كلام فاضي، واللي عنده اثبات يكلمني بعد كده. اخيرا بالنسبه للائحه الوزير العام فاروق، بما ان حضرتك يعني راجل في مجلس الاداره من بقالك فتره، ايه رايك في اللائحه الجديده بالبنود اللي فيها او هي تنفع في اوروبا؟ تنفع في اوروبا ما فيش شك، لكن ما تنفعش في مصر. الاسباب حضرتك يعني؟ الاسباب انها الوضع الامني في مصر والحاله الاقتصاديه في مصر وكل شيء ما يسمحش بده. ده اللي بقول لك مجالس الانديه مقبوله، هي مسؤوله عن تامين المباريات، يعني مين هيقدر مين المجلس الاداره العاقل اللي ممكن يتقبل هذه اللائحه؟ اذا كان هو نفسه مش عارف يامن المؤتمر الصحفي بتاعه، فاذا كان هو عاوز يعمل مباريات بالجمهور طبعا كلام يعني بعيد كل البعد عن الواقع يعني.